السلام عليكم وليداتي وبناتي. جيت نهضر معكم اليوم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف في الحياة ديالنا كاملين. موضوع كيعذب بزاف ديال الناس وهو الغضب. عارفة الحياة فيها الظلم، فيها الناس اللي كيعصبونا، وفيها الظروف اللي كتحنتنا. ولكن واش الغضب كيحل شي حاجة؟ واش ما عندناش اختيار آخر؟ اليوم بغيت نشارك معكم فكرة إلا فهمتوها قسم بالله ما تبقاوش تغضبوا بحال قبل. فكرة بسيطة ولكن فيها راحة وفيها نور. وهاد الشي جاي من واحد الفلسفة قديمة سميتها الرواقية. إوا جمعوا التركيز ديالكم وخليوني نقول لكم بشوية بشوية كيفاش تولي الحياة ديالكم أهدى وقلبكم أصفى. الناس ولات كتغضب بزاف، أي حاجة تافهة كتخسر النهار ديالهم. واش انت من هاد الناس؟ إلا كنتي منهم اسمع مزيان وركز معايا، حيت اليوم غادي نحكي ليك على واحد السر من أسرار راحة البال. سر قديم لكن بحال الذهب. هذه فلسفة قديمة كتسماها الرواقية. جاو بها ناس فحال سينيكا، ماركوس أوريليوس وإيبيكتيتوس. ناس عاشوا قبل 2000 عام ولكن كلامهم باقي يصلح دابا، بل حتى أكثر. الرواقية ماشي فلسفة ديال الهضرة الخاوية، هي طريقة باش تعيش وتبقى هاني وسط المشاكل، وسط الضجيج، وسط الناس اللي كيعصبوك بلا سبب. واش عمر شي حد قال عليك شي هضرة ما عجباتكش؟ ولا دار معاك تصرف قليل الأدب؟ ولا وقعت ليك حاجة خايبة؟ شنو درتي؟ تعصبتي؟ بكيتي؟ تخاصمتي؟ الرواقية كتقول ليك قسم الأمور اللي كتوقع ليك لجوج: أمور في إيديك وأمور ماشي في إيديك. فمثلا سلوك الناس ماشي في إيديك، طقس ماشي في إيديك، المرض أحيانا ماشي في إيديك، ولكن رد الفعل ديالك في إيديك. وكل شي كيبدا من هنا. سينيكا قال واحد الكلمة عجيبة: الناس ما كيضروش بينا بقدر ما رد فعلنا هو اللي كيضرنا. يعني حتى إلا شي حد غلط فيك ولا ظلمك، المشكل ماشي فيه هو، ولكن في كيفاش انت تعاملتي معاه. ماركوس أوريليوس اللي كان إمبراطور وكان عنده مشاكل قند البحر قال: كل ما غضبتي من شخص تذكر بأنك تقدر تختار الهدوء. واش عرفتي شنو القوة الحقيقية؟ هي تسكت وانت قادر ترد، تسامح وانت قادر تنتقم، تضحك وانت مجروح. هذه هي الرواقية. أنا في صغري كنت كنتعصب بزاف، ولكن ملي قريت على هاد الفلسفة تبدلت حياتي. وليت كنقول اش من فايدة في الغضب، غدا راه الشمس غادي يطلع، واللي مشى راه مشى، خاصني نعيش مرتاحة البال. هذه هي الحكمة اللي جاو بها الرواقيين. وحتى الإسلام راه فيه نفس الروح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب لا تغضب 3 مرات قالها، حيت الغضب كيخلي الإنسان يقول ويدير شي حوايج يندم عليهم. دابا مني شي حاجة تعصبك سول راسك: واش هادشي في يدي؟ واش نقدر نغيرو؟ إلا كان الجواب لا، نقي قلبك خليه لله وكمل نهارك في هدوء. الرواقية ماشي برود ولا لا مبالاة، هي أنك تختار تكون كبير في العقل وما تكونش ضحية للعصبية. وهذه كانت كلمتي ليكم اليوم. الله يجعل كلامي يدخل القلب ويكون فيه النفع والخير ليكم كاملين. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو ديروا واحد اللايك وخليوا لي تعليق تقولوا لي فيه اش حسيتوا ولا شنو كيبقى في بالكم من هذا الكلام. انا كنقرا كل شيء وكنفرح بكلامكم كيف الفرحه ديال الجده بولادها. وإلا مازال ما شاركتوش ديروا اشتراك في القناه باش يوصلكم جديد، وتبقاو ديما مع الحاجه فاطمه. راه عندي لكم كلام من القلب كل مره وكل فيديو ان شاء الله. الله يحفظكم ويشرح صدوركم ويرزقكم راحه البال. تهلاو في راسكم ودمتوا على خير. السلام عليكم.